السلام عليكم. ازيك يا عم الناس؟ شوف تصريح واحد من الجهاز الفني لمنتخب فلسطين التحكيم المصري. حالات ما كان موفق بولا قرار. احنا كان عندنا ملاحظات وتعليقات على التحكيم من مباراة ليبيا، لكن انه يوصل المباراة للشكل هذا يعني عيب. بعد كل التنظيم اللي بتعمله قطر يجي حكم يخرب شكل البطولة. انا كان عندي اعتراض في البداية انه في حكام اجانب، كان في اغنيه البطوله انا مش غريب، انا من هنا. بقول لي طب ليش احنا مش جايبين حكام من هنا؟ انا متاسف، ما بينفع حكام من هنا، خلينا على الحكام الاجانب. حكم المباراه اليوم هو نجم اللقاء. ليه بس كده يا عم الناس بتشكك في نزاهة احد افراد التحكيم المصري؟ ده حتى اسمه امين يا راجل. ولا عشان منتخب فلسطين عشان لابس ابيض امين طلع مش امين؟ الزمالك برضو عندنا في مصر بيلبس ابيض وبيحصل اللي يحصل ومتقبلين. مين امين يا اخي؟ ما انتوا اللي غلطانين. ما انتوا لو كنتوا بتلبسوا تيشيرت بلون احمر كان الموضوع اختلف نهائي. لا بجد، احنا ليه بنبعت حكام زي دي وكلها مشاكل هنا داخلية نقوم نبعتهم خارجيا؟ حكام مش بيشوفوا من جميع الالوان الا لون واحد بس. حكام عينيهم ضيقة على نادي واحد بس. ما كنا قاعدين كافيين خيرنا شرنا وقافلين على اخطائنا مع بعض هنا، حتى لو كنا بنعاني من سنين عشان معانا امين والغير امين. بس الموضوع هنا بيخلص في كلمتين. ولا انتوا عايزين المهزلة اللي حصلت مع المنتخب ضعيف بتاع الصف الثاني وشكلنا يبقى من وحش لأوحش؟